احنا شفنا اللقطة وكل حاجة كانت خضرة وما استوتش وطفيت عليها وبقت بالشكل ده. لمجرد انك بتسيبيها في الستانلس بتكمل تسوية، وكل حاجة فيها بتستوي بتبقى حلوة يعني، مش مهرية. كل حاجة واضحة وكل حاجة كويسة، وده الشكل النهائي للشاورما وهوريهولكوا لما اغرق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهاردة شاورما فراخ او الفاهيتا، هما الاتنين غالبا يعني 90% نفس الطريقة. بغسل الفراخ كويس جدا، البانيه بغسل البانيه وبقطعه شرايح كده رفيعه بالطول، بس قبل ما بقطعه بنقعه في حاجه اسمها منقوع، زي ما بنقع الفراخ عشان الزفر، زي ما بنقع السمك برضو البانيه كذلك. بحطه في ميه فيها خل، فيها ليمون، فيها طحينه لو عايزه، وفي ناس بتحط لبن لو عايزه، كل واحد بالطريقه اللي هي بتناسبه واللي بتعجبه. اول ما بحطه في النار بسخن الحله كويس قوي، مسخنها كويس ومخليها عريانه، عشان زي ما انا شايفه بتبخر الميه اللي فيها. الفراخ بكت الميه بتاعتها. سخنت زيت وسمنه الاول، والمفروض ان يتحط السمنه بس عشان الزيت ايا كان بيبقى له برضه ريحه وطعم مش مستحب في الاكل، فبنحط سمنه بلدي. وبقطعه وبحط بعد ما يسخن الزيت والسمنه بحطه. حطيت ورقتين لورا برضه عشان الزفر، وبعد كده هشيلهم. وما بقلبوش على طول لان بيلزق في الطاسه او في الحله، بسيبه شويه ياخد شوك كده من السخونيه اللي في الحله. والستانلس ده بالذات بيحتفظ بالحراره فتره طويله، ولما بيسخن مش بيبرد بسهوله. ببدا بعد دقيقه او دقيقتين اقلبه، فبيبدا يبك الميه اللي فيه. بسيبه على النار شويه لحد لما الميه دي تبدا تجف، يعني احنا شايفين البخار اهو، البخار بتاعه طالع اللي هي التبخير بتاع الميه دي. وهبدا اجهز حاجتي اللي هي فلفل رومي وفلفل حراق لو انت حباه، وبصل وطماطم، ونبدا نجهز الحاجه على ما الفراخ تنشف. بدات الفراخ الميه بتاعتها تنشف، ووطينا عليها شويه وبدات تاخد لون ذهبي. هبدا اضيف ليها البصل، عباره عن بصلتين كبار متقطعين سلايس، شرايط يعني كده، جوانح زي ما تحبي تقولي. هقلبهم تقليبه مع بعض. نستلس الجلين بتاعته وتولع. لسه ما حطيناش التوابل، تمام. يعني ما تحسيش ان البصل كتير، ما تفتكروش ان هو كتير. مجرد ما بيشم النار وبيسخن وبيبقى ياخد سخونة وحرارة الحلة بيبدأ يعني البصل أضخم وجلدته أضخم من الفلفل، فبحط البصل الأول بعدين يدبل شوية أحط. بصي هنحس ان البصل كتير فيها، لكن بعد دقيقتين بالكتير هتبص تلاقيه هدت ومش باين فيها. سيبناها شويه وقلبناها، والبصل بدأ احنا مش عايزينه مستوي قوي، فهنبدأ نحط الفلفل الرومي اللي احنا حاطينه. ما عنديش فلفل حامي، لا والله ما عندي. ممكن اشوف قرن فلفل حامي واجيبه واقطعه عليه. هنقلب كده شويه برضو واسيبها على النار. الطماطم اللي انا بقطعها هخليها اخر حاجه. كمان في حاجه مهمه، ممكن نحط دي كده ونطفي عليها لو انت مش هتاكليها دلوقتي. نضيف التوابل بتاعتنا، عباره عن بابريكا وده كركم وده كزبره وده 7 بهارات وده فلفل اسمر والبابريكا وملح اهو. يعني ممكن نضيف ملح تاني بس لما ندوقها ونشوف. كل ما هتقعد على النار شويه كل ما كل ده هيظبط وتخش في بعضيها، ويبدا الفراخ تبان اللي احنا مقطعينها. نشوف كده نلاقي شكلها اختلف شويه، ومش المفروض ان احنا نسوي قوي لان احنا سوينا الفراخ في الاول لوحدها، ولو مسكتيها هتلاقيها استوت. مجرد ما تطلع ميتها وتشربها بتستوي تمام. ماشي، هنكمل شويه كده. هنقطع عليها الفلفل اللي هو الحامي شرايح كده بالطول رفيعه او نصين كده، وهنقلبها مع الخلطه. النار عليتها شويه عشان الفلفل يدبل والحاجه،
بس برضو نخلي بالنا ان الستانلس ممكن يلسع، هنوطي شويه. ممكن نسيبها كده وممكن نحط عليها الطماطم كده على الوش، ومع السخونيه بتاعت الحله السخونه، الستانلس القاعده بتاعته تخينه قوي فبتحتفظ بالحراره فتره كبيره، فممكن نطفي عليها كده لانها مش هتتاكل دلوقتي. ولو افتكرت اصورها لكم ممكن نقلب الطماطم عادي ونقلب كله. ده نص كيلو. الشاورما دي ممكن نعملها سندوتشات في الفينو، سندوتشات في الكايزر، سندوتشات في عيش شامي. ممكن نعملها في اللهم صل على النبي احسن عليه الصلاه والسلام، في الكريب. ممكن تحطيها في الكريب وتحشي بيها الكريب بتاعك. وممكن تتاكل جنب رز، وممكن تتاكل جنب مكرونه، وممكن تتاكل بالعيش. كل الحلول موجوده، والاكل امزجه وبالهنا والشفا. للي هيجربها بالهنا والشفا، اللي هياكلها اشوفكم في وصفه تانيه ان شاء الله. ارجوكي رجاء خاصا اعملي لايك لو عجبتك الحاجه، ودوسي اشتراك يوصلك مني كل الوصفات الجديده اول باول. واشوفكم على خير الوصفه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.